السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اوتو انتر برنت يورسف. التطبيق ده مساحته 13 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق فرنسي في اوروبا. تقدر من خلال التطبيق ده، او التطبيق ده خاص بالضرايب، تقدر من خلال التطبيق ده لو انت فاتح مشروع عندك حاجة بتدخلك مصدر دخل اضافي، عندك عربية مثلا مشغلها تاكسي، شغال على تاكسي، اي مشروع بيدخلك مكسب او اي وظيفة بتدخلك مرتب كل شهر، فانت بتقدر ان انت تحط على التطبيق ده المرتب وكل الدخل اللي بيخش لك كل شهر. التطبيق ده بيحسب لك الضرايب اللي عليك اللي هي مستحقات الدولة، وبيقدر يعرفك ان انت مستحق عليك مبلغ قد كده، تقدر تدفعه من خلال التطبيق. تقدر تدفعه بقى من خلال الفيزا كارت بتاعتك، تكون رابطها بالتطبيق، وبتقدر ان انت تتعامل بيها، وتقدر ان انت تحط المبلغ اللي محسوب عليك، وتقدر ان انت تدفعه بكل سهولة. طبعا كل ما الدخل بتاعك بيزيد كل ما ضرايبك بتزيد، فلازم طبعا على التطبيق ده بتحط كل المبلغ اللي بيخش لك كل شهر، وكل لو انت فاتح محل مثلا او سوبر ماركت او كده، بتحط عليه كل الفواتير اللي انت بتشتري بيها والفواتير اللي انت بتبيع بيها، عشان يقدر يحسب لك الضرايب بتاعتك قد ايه بالظبط. ده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو موجود في دولة فرنسا بس، بالاضافة لان كله باللغة الفرنسية، مفهوش لغة انجليزية ولا لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.